الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جيشنا الفصل الأول علوم نزول القرآن. فصل يكم فصل علوم نزول القرآن. وطبعا امام كتابة فصلة 6 فصلة باش أهداف كاني باس كردو ولا صحيفة بيستويك والذي يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرا على أن يكمين ولا توقع فصل ما خند هم طالب علم يكتواناي بسر أمانة أبيه يكم يعني يوضح مفهوم الوحي إلى الأنبياء وكيفيته. أنفصلا بس لواك كوحي يعني شي كلامي خواي پروردگار چون دابزي وبو پیغمبران خوي وحي چيا وچونش دابزي وكيفيته. وهروها يذكر تاريخ نزول القرآن ميجو كانش ميجوي دابزيني قرآن بوكي أقريتوا سيمينيان يعلل نزول القرآن مفرقا ويبين الحكمة منه. توراة إنجيل أواني يكجار دابزي بقشتي دابزي بيكجار بأو بيغمبرة يعني بيغمبري خواه موسى يكجا توراتي ودابزيو بيغمبري خواه عيسى يكجا إنجيلي ودابزيو بلام قرآن وانبو قرآن دابزيو مفرقا أو منجما يعني بش يشي إمرو دابزي بشك دوباني بشك حفتة يتر أوا دابزي حسب الأحداث والوقائع بيرو داوا كان دابزي بو أوا دابزي بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو بيغمبر كاني بيشوتر بو يكجار دابزيو والله بو قرآن خلال چند سال دابزي بو بيغمبر محمد صلى الله عليه وسلم 23 سال. أحسنتم باش. چوارمين يميز مكان نزول القرآن ويبين فوائد معرفته. شون كان دابزيني قرآن آية لمكة يعني لمدينة وروها فائدة دابزيني أو شونانتشي كاتي قرآن تدا دابزيوا يعني حسب أو مناسبة. وهروها يفرق بين سبب النزول وموضوع النزول. بامتي دابزينة كتشيا وهو كاري دابزيني وآياتانا تشيا مثلا سورة بقرة وهمي بيك ودانا بزيو هر جاري ولا لشوينك دابزيو ولو شون دابزي أو بابتا بو دابزي وسودي تشيبو. ششامين يعني يبين فوائد معرفة أسباب النزول يعني ناسيني سبب نزول وآياته شي استفادة كجيني بطالب علم أما أنا همي كي إن شاء الله إيزانيت كاتك أن فصل ما أنت واوكيرت بو يدين صحيفي بستسيم ديت سر الوحي بناسي وحي إلقاء علم في خفاء. كسيك بيتي ود وحي معناه يا علي لغة إلقاء علم في خفاء يعني راجيانديني علمك بنهيني علمك أقدس كسيك بكيان بير راب جيندري بنهيني أو بيوتريشي وحي أما لزماني عربي دا بو يخواي پروردگار وإذ يوحي ربك إلى الملائكة يخوا بنهيني بملائكة كان هر خواي پروردگار هر فرماني شي بيان كرد بيت شي بوا نهيني بوا. وأوحى ربك إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه كساقاي لي بو نا خوارتنا وحي كبو غيري بيغمران سيدين سر أوانش وهروها وحي شبانه اصطلاحا نقصي خوار وبكن. ثانيا الوحي إلى الأنبياء بويا إما بيجو عجل بكن سيك يكشر حي أكين بيلا سر الوحي لغة إلقاء علم في خفاء ويطلق على كل ما يحصل بين ملق ومتلق من إلقاء علم بطريقة خفية. أجر دوكا سيكي كعلمي كي بيا ورايا جيني أو يترج جوجرا وجوي لجريان طالب علمه كاركبن هني رويدا لغة أو شي بيا وتري وحي باش. والذي يعنينا في هذا المبحث هو الوحي الإلهي. والله درسكي إما أونية درسكي إما تشيا درسكي إما كلام نزولي كلامي خواي پروردگارك بيا وتري وحي چون دابزي وبو پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم وهو وحي الله تعالى إلى بعض خلقه وقد وردت آيات عديدة تخبر عنه ويمكننا إجماله في نوعين الوحي العام إلى غير الأنبياء والوحي الخاص بالأنبياء. إذا يمدرس إما دوبابا لخويا قري وحي كي عام بو غير پیغمبران چون القرآن لزور شو انباسي وحي كراوة كلمة وحي هاتوا إذن ما لابد دراسة بكين وايا وكباس ما كرت. وأوحى ربك إلى النحل ونيا
وأوحينا إلى أم موسى يعني وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أمان هم وحي يعني تباني قال بيغليتي برسي أمان تفرقي هي لقال أو وحي بو بيغمران دا بزيوا إخوانا بدمت دا شوقيني ونزاني بوي همو نوع وحي كان دبي بيزاني بوي نوعية كم الوحي إلى غير الأنبياء أي الوحي بالمعنى العام وهو داخل ضمن المعنى اللغوي للوحي ومن أمثلته يكمين وحي الله لبعض البشر من غير الأنبياء واي پروردگار أو وحي چون الله ناردو بو هنيك يعني وحي أنجام داو بو بشغل مروفكان جغل بيغمبران بلام أمان شيء ومخد بدنا بنيا وهو الإلهام الفطري للإنسان نحو ما جاء في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه أما اشتيك إلهامك فطرية دايكي موسى خو كس آقاي لنا بو خواي پروردگار آي قصي لقى دايك موسى كرت نا أي شي لي كرت نا يضليوا كأنه موسى شي لي بكا بكات ناو تابوتك وجوان وبختو تابوتك شي ودرسكا وكن بيو هو هال بيشي ومن الله نخين شو أو خواي پروردگار ناوي ناو شي لقرآن مبارك هرب وحي هاتوا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وقوله سبحانه وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي ورسولي أن آمنوا بي وبرسولي بهمان شوا خواي پروردگار أوشي نايد الحواري كانوا كإيمان بينن بخواي پروردگار أم جاء إيمان بشي بينن بعيسى أما تجور وحيك بو بيوتريتشي الإلهام الفطري للإنسان إلهام لتشي وهاتوا يعني شتيك خواي پروردگار إناتا ضلو درون تو إناتا ميشكت وكتو أنجامي بديواتا النوع هدايتك شون جاروا هي توسر بخود علي والله إخوة هر إخوة نايا ظلموا أوكار أنجام بدم تجيش مراكم بلام أما بلقي لسركا أو فعلي دايكي موسى يعني أو فعلي حواري كان بلي بفرماني إخوة بلي بكلا ولا رجي وحي وبك خواي پروردگار نايا ضل يعني أوكار أنا أنجام بدان دوامين جور هلا جوري يكم الوحي إلى غير الأنبياء بلام دوامين يعني شك أما يمروف بو أما دوام شيء ملائكة كان وحي الله لملائكته كما وقع في قصة غزوة بدر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا لشر بدر أخواي پروردگار وحي بو چه نارد بو ملائكة كان كتشيب كان نوع آراميك بمسلمانان ببخشن شر يعني لقلبك كان أو كاري أوان أنجاي من ببيت ماي نصرته ببيت ماي آراميش بو إيمان داران بهمان شيء أما تجور وحي كبرا كانم إلى غير الأنبياء جوانا أحسنت سيمينيا وحي الله لبعض مخلوقاته غير العاقلة يعني أوانيك جمادا أوي جماد يعني عقلي نبي عفوا أويك عقلي نية زندوة بس عقلي نية وكوشي وكم يشهنك كوحيه للنحل وأوحى ربك إلى النحل وهروها ووحيه إلى السماء أما آسمان بو إيمن شيا نازندوة ونيا بلام لا خواهي پروردگار أفسرك الأفسر كان خواهي پروردگار رجانا أمريان بك أمر بخورك أمر بزويك أمر بمانجك يما قامان ليه يما نايزاني أي خور لخوي واجيره يا مانج لخوي واجيره نا ملك الموت يبرو چن کسی مراند خلقی زوری مراند ونیا ما همی بفرمانی چیه بفرماني الله سبحانه وتعالى أما وحي الله لبعض مخلوقاته يتربني يشهن به يعني آسمان به وأوحى في كل سماء أمرها يعني ووحيه للأرض بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها للرجل قيامة خواهي پروردگار فرمان با زويك الله هاتشي لنا وزقت هيدري كدروا يعني كوحي لقى قلما قصي كرد كقلمي دروس كرد شي بيود قال اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة إذا خطابي خواهي پروردگار بو جمادات خطابي شي حقيقية بلام يما نايزاني شونيتي وكيفيتك نايزاني بلام خطاب أم وحي خطاب بو أواني أنا خطاب بويان بهر حال أما جوري يكم بولا شي لوحي ورنا خواره وبهمان شيوا الله أهل بوش هروتري وحي لخواره وسيريكا يعني هني كاري مروفكان هني خطابي مروفكان هني أقوال وأفعال إيمش خواره الله ومنه الإشارة
ها الرقم يك لحاشية كما في قوله تعالى عن زكريا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. أم وحيا كاتي أو إشارتي بغمبري خوا زكريا بو مسلمانان كردي چی بوو؟ خوای پەروەردگار بە چی ناوی بردووە؟ بە وەحی. بەڵام ئەو چی بۆیان کرد؟ ئیشارەتی بۆیان کرد، بە ئیشارەت تیانی گەیاند کە ذکری خوای پەروەردگار بکەن. وكذلك الوسوسة كما في قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. جاروه كسي تشد بدرستك بفرماني شيء ها شيطانا هاني أنا دا هاني دوستكان يدا شيطان هاني برادركان يدا هاني جنديو لشكركان يدا كاشبو كيف كان ها بو مسلماناني بكان أم جورا وسوسيك الشيطان باش الشيطان قصين لك نا أي شيء لك بوي درستك وسوسيك وبوي درستك أو جورا وسوسيك شيء بيودري خابتشينا يبردوا القرآن المبارك بوحي بوي أمي خوار ومنه الإشارة رقم يكي ليدن وهروها وكذلك الوسوسة رقم دوي ليبدن والرقم سيش من أوكل الامتحان بيته. ويطلق أيضا أمر رقم سي ويطلق أيضا على الكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته على غيرك. يعني حتى أو إشارتي تويكي ويكي شتر أو وحيية بلان بهموي أشيت جر آلايتي والوحي لغة سأماني خوار أمان أشيت جر آلاي كان بابتوا الوحي لا الوحي لغة يعني بكان قاعدية سيم أوي. ويطلق أيضا على الكتابة والرسالة والرقم سيليدا ويطلق أيضا على الكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك. ماشي. وكذلك الوحي إلى الأنبياء قال ابن الأنباري سمي وحيا لأن الملك أسره عن الخلق وخص به النبي المبعوث إليه. بهرحال أما هم يتجر آلاي تيوا جر آلاي أو نا ممكن نشوارم بوي لي تانتيق نجي. إذن بوي بات يبغين يسمى شن جور وحيمان هي دو بشوي شيء قشتي شن جور وحيمان هي فكرتان لاما شن جور وحيمان هي دوان يكي كان أمان هم إلى خويا قريه أو وحيك خاي پروردگار ناويت يضل مروفكان وقت دايكي موسى وايا بمعنى إلهام الفطري أو وحيك خاي پروردگار نايا شون الله فرمان أبو بميشة هنكردي وأوحى ربك إلى النحل وهروها وأوحى ربك في كل سماء أمرها أو إلى آسمان يعني وي بالزبي هر فرمانك بو غيري بيغمران بيوت تجور وحيك جورية كما يعني إلى غير الأنبياء يعني الوحي لغة الوحي لغة هني كتاب لعلوم القرآن هو تصنيف يعني وبوليت يقنتي إما دو جورة وحي مان هي وحي كان أما هم إلى خويا قريه وحي بو عرض آسمان وزوي يعني بو نازندوكان يعني بو أجلكان يعني سيدكي بو دايكي موسى يعني أميك الشيطان أنجام دا بوها والركاني أما هم جير عليك وحيك الوحي لغة يعني أو إشارتي تو أنجام دي بدزي وإشارات بو يجيك أنجام دي أو بهمان شيء ولا زماني عربي دا لغة شي بيوتري وحي بيوتري تيجيش تنشيتي نجيش أما هم لغوية لشون بمعنى إشارة دي لشون بمعنى وسوسة دي لشون بمعنى إلهامي فطري دي أما الوحي شي لغتان أو وحي دوامش كتاكو تنياي الوحي إلى الأنبياء أما يدوم كرقم دو سطر أخير. ثانيا الوحي إلى الأنبياء أي الوحي بالمعنى الخاص كزياتر درسك مع علاقة بابته هي كزياتر درسك مع علاقة كامو هي بابته هي كوجنا وخوتان لبيريك أن تعرف كيف إعلام الله لنبي من أنبيائه بنبوته وما يتبعها من أوامر ونواه وأخبار بكيفية معينة. إذن أمان شي بيوتري لباني بنسون الوحي اصطلاحا يعني لزمان عربي بمعنى الشرعي
لزمان عربي بمعنى شرعي اصطلاحا يعني شيء لشريعة الإسلام بتشي وتري وحي أمية إعلام الله لنبي من أنبيائه بنبوته أويا خواهي پروردگار رای گەیەنێک بە کەسێک کە پێ بڵێ تۆ پێغەمبەری منی کە پێ بڵێ تۆ چیت پێغەمبەری منی ئەمجا لە دوای ئەوە چ فەرمانێکی پێکا یان چ فەرمانێکی پێکا بە ئەنجامدانی کردەوەیەک بێ یان بە قەدەغەکردن بێ ئەوامر بێ یان نەواهی بێ یان ئەخبار بێ خۆ وەحی کە ئەهات هەمووی هەر فەرمان و هەر قەدەغەکردن بوو ها نا سوورەتی یوسف کە دابەزی هەمووی زۆربەی زۆری چییە نا ئەخبارە خەبەرە يعني أي پیغمبر إخوة محمد صلى الله عليه وسلم يوسف هاي كرد ها خوي بيني ها باوكو وان لقلي قصيان كرد ها براكاني در بدريان كرد أما چيها ما خبر تيجيشتن يعني لدواي أو پیغمبر يكم جا كجبريل هاد بولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم چي بيود يكم قصة چي بو اقرأ وايا دواتر أو بو يتر يا أوتا هاد أو فرماني بيكر خواهي پروردگار یان شتێکی لێ قەدەغا کرد یان خەبەری بۆ یە هاورد چێت تێ نەگەیشت ئاسانە فەرموو بکەیفیەتی معەنە هەر جاری بە شێوازێک جاروای خەو بووە جوانە هەر جاروای خەو بووە جاروای بووە لە شەوی ئیسرا و میعراج بەبێ جبریل بوو خوای پەروەردگار قسەی لەگەڵی کرد ئەوە بەبێ جبریلش بوو مباشر بوو بەس پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم خوای نەبینی وایە و جارش وا هەبووە کە زۆرینەکەی ئەوەیە جبریل هاتووە جارش وا هەبوو ئیدەن بە چەند جۆرە شێوە هەیە وەڵە ویسە دێینە سەرێک عەجەلە نەکەن چەندین شێوەمان هەیە بۆ دابەزینی قورئان بۆڵێ وەقەد وەرەدە سەحیفەی 24 ئەتایرە کەس پرسیاری هەیە لنثبت به فؤادك آياتك وعلى إلى سورة الفرقان بۆی دڵی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم زیاتر ببێتە مای ثەبات و ئارامی بۆ پێغەمبەر و بۆ هاوڕێکانشی بەڵێ ئەو دینە سەر ئینشاءالله مهمة تايرك همتان تيجيشتن أو زور مهمة وقد ورد في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة وله طرق متعددة جمعتها آية سورة الشورى قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وتفصيلها فيما يأتي أما كيفية كيا شونيتي بكيفية معينة لتعريفك شونيتي دابزيني وحي ينهاتني وحي ينهاتني جبريل ولا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يكمين يعني أن يلهم الله نبيه ما يريده بإلقاء ذلك في روعه نكروعه في روعه دي ترى أكيد ضم لبانتي في جي روعه يعني جي أي قلبه وخاطره إما يقظة كاتك بخبرة وإما مناما في رؤيا يراها يعني جاروا كاتك خوتوه يعني وحي جاروا هي لكاتي خواهاتو بو پیغمبران بالله سوالتان ليكري وحي هر كاتي هر بو پیغمبر هاتو لكاتي كبخبر بو يعني جاروا شبو كاتي خو بو كاتي خوج بو هاتو ملقمان جيا مثل ما وقع لإبراهيم عليه السلام قال تعالى فلما بلغ السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أما فرماني سربريني إسماعيل شون هاد بو بيغمبر إخوة إبراهيم لكاتي خويا بخوهات باش فهو وحي بدلالة رد ابنه إسماعيل عليه السلام بقوله افعل ما تؤمر نيدواتر إسماعيل وباوشي وديابا تي فرمانت بيكراوا إذن أو خوي بيني إسماعيل شون ليتي جيشت فرماني إخوة خوي زاني باوشي بياكي أها مثلا بحكمتني هل خوي بيكوركي سر بري كاتك إبراهيم بيالي كوركم من لخو ما بيميان تو سرد برم يا أو تي بيود سبحان الله وقي وما ننب وينبع يعني مسلمان جار وهي رخنا لدايكو باوشي كريه بقول أمن شيء بقى والله قصكت غلطة وانية وايا يعني بهالشيء ويك أو أدب الرزي أولاد لقدايكو باوك بياليتش يا أبت افعل
ما تؤمر يعني أو نتيجيشتو وإيزاني أو خوي باوشي بنيوتي وشيا وحيا جوري دوم ومثله ما وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ربه عز وجل في قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون بيغمر إخوة محمد صلى الله عليه وسلم خوي بينيك عمراءك كاتك عمركيان وايسيان أنجامي بدن يكم عمراء عمري كي بيوتري لجيان نامي بيغمران نو درسي جيان نامتان هي ونيا كرسي دوام يكم عمره بيغمر صلى الله عليه وسلم أنجامي دا عمرة الحديبية بيوتري شو عمرك عمرة الحديبية لوي أبو كافر كان يعني حسادات قرت يعني خو بيغمر صلى الله عليه وسلم سلاح كان يعني نو هبجي أجل كان يعني هبجي يعني أو كيسي كيدنا بان شون سيارنا وكي قابكي هني هي جيرفان هي هبجي لا كل دروس لك أكرا أدريبان بشتي حشترو أم جور أجلانا سلاح كان يعني لودانا أبو جلي إحرام جل بريامو يعني معنى أو بياني بنيا إزاني أما أنا أشتي خوازن مشرناتنا نونري كان نرجع نبو عبادة داتوين وبو عمره كافر كان يعني إيش تام بهي شيء يمصلنا بعمره بكن لو صلح شيء إلا بند كان هو يمصلنا بكن طواو منافق كانوا تيان شيء تيان أي بيغمر صلى الله عليه وسلم نيود من خوم بيني أكا خوكي نها تدي أو أن هدف يعني شيء وبس سبحان الله وقي ستشون كفر عالمي يا منافق كان يا ملحد كان هدف يعني شيء هدف يعني ويا جنج كان ديني خواب رنجنا مهم توب كاتا جوبانو خشبني جار وهاي بقصيكي بلام جوباني كاتا دلتوا لو عبادة ساردت كاتوا هو آية تدابزي خاي فرودات شيء فرمي ها بشتراستي خوكي بيغمرك كاتوا صلى الله عليه وسلم لو خاي فرودات خوي إن شاء الله بكار دينه عليه أتشنا ومكو عمرك خود شانش أنجام أدن بويا شيء لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا ضل نيابة أي بيغمر محمد صلى الله عليه وسلم خذوها وريكان أتشنا مكة أتشنا مسجد الحرام عمري خودانش أنجام دنيش أنجامش ندرا سبحان الله أي مزان أمي وحي أمي ما يثبات بو بيغمر محمد صلى الله عليه وسلم خواي پروردگار بيان الله عمرك خودان أنجام دن وهروها باسي كيفيات شك هنيك تنصرتان چون الله صفر كان يعني حلقة كان هنيك تانش بس برستان كورتكنوا بس برستان كورتكنوا أو خوا ديت دي أي بيغمري خوا إن شاء الله خواي پروردگار خوي لبه إن شاء الله بكارديني بهر حال أما جوري كمبو لجوري وحي جوري دوام أن يكلمه من وراء حجاب فلا يرى النبي ربه لكن يسمع كلامه وقد وقع هذا لموسى عليه السلام في بدء الوحي إليه وفي ميعاده مع ربه لأخذ الشريعة قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أما جوري دوما لوحي أميان خواي پروردگار لقل پیغمبرك قصاك ببي جبريل ببي واسطة بلا مون ايتي خواي پروردگار أو بيني أو خواي پروردگار نابيني أم كردوي لقل شي أنجام دام جورا وحي لقى موسى عليه السلام بوي خواي پروردگار فرمي وكلم الله موسى تكليما ووقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حادثة المعراج حيث أخذ الأمر بالصلاة مباشرة عن ربه عز وجل فهمان شيء أم جورا وحي بو بيغم صلى الله عليه وسلم روي داوى يانا بل الروي داوى بلغمان شيء شوي إسراء ومعراج سيمين يعني أن يرسل رسولا من الملائكة وغالبا ما يكون المرسل جبريل عليه السلام إن كان الأمر يتعلق بالنبوة والشريعة جوري سيم جوي جبريل خوي فرمانك بيني خوي پروردگار لقى جبريل أقصاك فرماني بيك جبريل شو كلامه وش دينه بو بيغمر محمد صلى الله عليه وسلم وقد يرسل غيره لأمور أخرى كما ورد في الآثار إن جاروا هي ملائكة ترشاتها خد بدنا بنيا إن دي ولا لدابزيني هني الصورة على ملائكة كتابة دايقرتوا جاري شيء ترجع لجبريلش بما معناه هني جار خواي پروردگار وحي ناردو لرقي ملائكة ترشوا جيجا لجبريل أو وتايبت من ديك يا بفضل بلوباي أو صورته أو آيته
باش. وهذا النوع من الوحي إلى الأنبياء هو أشهر أنواع الوحي وأكثرها. بەڵام زۆرترین جۆر لە جۆرەکانی وحی جۆری سێمە و زیاتر بابەتی دەرسەکەی ئێمە متعلقە بە کامەوە بە جۆری سێیەمەوە. باش ئەمە ئیسێ هەر سێ جۆرەکەتان زانی لە وحی؟ هەر سێ جۆرەکەتان زانی یان نا؟ کێ تێنەگەیشت؟ تێگەیشتن؟ چەند جۆرە وحیمان هەیە؟ چی تێنەگەیشتی براکەم؟ بعدەوە دوای دەرسەکە بۆ دیعاداکەم ئینشاءڵڵا، چونکە ئیسە لە کاتەکەمانە ڕۆ دوو تاخیر بوویتە من گوناحم نییە. چیتر تێنەگەیشت ئەوەی کە جۆی لە دەرسەکە بوو تێگەیشتن براکەم؟ باش. ئیسێمە هەر سێ جۆرەکەی وحی بوو ئەمجا دینە سی کەیفیەتەکەی، سەر کەیفیەت یعنی جبریل چۆن هاتووە یان چۆن ئەم وحیەی ئەنجام داوە. وحی کارێکە لە ڕێگەی جبریلەوە ئەنجام دراوە، با بزانین چۆن. بۆیە ناونیشانی دەرسەکە ئیسا بێتە كيفية الوحي بواسطة جبريل عليه السلام. الكلام في الوحي بالقرآن بواسطة جبريل عليه السلام من جانبين. قال لدور روانجي وقصكاتك قصلا شونتي وكيفية وحي بكين يكمين يعني كيفية تلقي جبريل عليه السلام القرآن من الله تعالى. جبريل خوي شون القرآن يورقرت لخواوة، وكيفية تلقي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل. وهروها أمجا جبريل شون راي جيان بيغمبر صلى الله عليه وسلم شون أو وحيه ورقرتوا لجبريل. بويا كمين على كيفية تلقي جبريل عليه السلام القرآن من الله تعالى. جاء في القرآن الكريم ما ينص على كلام الله تعالى لملائكته: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وعلى إيحائه إليهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. يما بو هموم بسلك هتاكم بلين أما علم دبي تأصيل ما هبه دبي علم شي بي مؤصل به، يعني شي مؤصل به بلقاها به. بويا بابتي يكم خواي پروردگار باس كردوه كچون وحي دعوة جبريل يعني ملائكة كانتر بلقى شي ام آياتي سورة بقرة آياتي اجمع رسي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذا ما بلقي لسر شي قصي خواي پروردگار لقل شي لقل ملائكة كان. وهروها وحي إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. سورة أنفال آياتي دوانزا. أما وقت بلغا لقرآن مبارك وكخواي پروردگار قصي لقى شيء أنجام داوة لقى الملائكة كان. وقد ورد في السنة بيان كيفية وحي الله تعالى إلى الملائكة وسماع الوحي في السماء، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوانا آيات بو كوك بلغا لسر قصة كردني خواي پروردگار لقى الملائكة كان. بابين سر بزين السنة تاتي وارد بوا. أم حديث ابن مسعود باسي أكا إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا. قال كاتيك أجر وحي بها تايبو خواي پروردگار بيوايستا لقى جبريل قصب كان نقل ملائكيك قال ملائكة كاني ترشون جوان لو وحيابو بتشينا يبردو خد بدنا بنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا. تو زنجير جاروا هي الزنجير دنجي الزنجير ما بيستوها موي لبان برديك لوس بأنه دنجي هي الله أهل آسمان ملائكة كاين تر أوها جويان لدنجي أو وحيابو كاتبو كبول شيء هذا مثلا خواي پروردگار قصي بكردايا لقل جبريل باش فيصعقون سورة ترسان سبحان الله. يعني هني شيء شون الله لهوش خويتشو قد بدنا بنيا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. يعني بزانا ملائكان شاني الأخوات رساون. أم بابته سبحان الله شيخ محمد عبد الوهاب لكتاب التوحيد لباب خوفة باسيكا كخوف يجيك لبابته كاني توحيد، يعني إنسان دبي أو هلا خواي پروردگار بترسي أو ملائكة أو ندل خواي پروردگار ترسي خو هيش تاواني شان أنجام ندابو هيش تاواني شان أنجام دابو هو ترسان نا براكا بس الرزو تقديرو بيزانينو قوريبو بخواي پروردگار باش. الله لو حالتا مانا ولا ترسا أو اندأ ترسان كاتيكا خواي پروردگار وحي بو جبريل أنارد فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. الله ألو ترسو دلو راكي ويا أبون حتى جبريل هاتوا بولايا
حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم بلام كجبريل بهاتا فزع عن قلوبهم خد بدنا بنيا وتا آراميك دل يعني آراميك بدل يعني هاتوا أو ترسو دل الراوكي دا أمريكا هاتو جاروا خبرنا خوش بيسي شاورتا هتا خبر اليقين بو بك شخصك بيني توبه سلامتي أو ترسو دل الراوكي لسر دلت لا عشيو ناميني الله ملائكة أو وضع يعبو كاتك وحي بهاتا يبو جبريل أو أترسان بلام كجبريل يان أبيني وفزع عن قلوبهم آراميك بدل يان أهاتوا يان شون الله أو ترسو دل الراوكي دا أمريكا أم جاء يانوت قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك أي جبريل خواهي بالورقات شي بيدراغيان فيقولون الحق يعني وين رأي جيان خواهي بالورقات حقه أم جاء وان جهر لا إخوان وينو شي بل خواهي بالورقات حقي راغيان أو خواهي بالورقات فرماني بتوك دوا حقه إذن أمل السنة بلقبوا لسر شي ها قصة كردني خواهي بالورقات لقل ملائكة كاني أحسنتم. والقرآن من الوحي الذي تلقاه جبريل عليه السلام سماعا من الله تعالى بلفظه المخصوص يعني لفظ القرآن استيمت شون أجر كسك لناو إيمن بجوان ترين شيء وببيه غلط تلاوة قرآن أنجام بدا وببيه هلا نلحني جليها به نخفيها به يعني هم خذي قرآنك بجواني وهم أحكام تجويدش كسيك بيني لسر زبي بجوانترين شوا هم قرآنك بزاني بيخينيتو هم للروانجي تجويدش أو هابوا أو وحي خواي بالوردقار أو قصة كردني خواي بالوردقار بوجبيل يجيش بو أحكام التجويد أخيني يعني أو ها بجواني خواي بالوردقار أو قرآني بجبريل راقيان دو أنجاش جبريل وبيغمبر محمد صلى الله عليه وسلم بو يالله بلفظه المخصوص مباشرة بلا واسطة ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه من ربه عز وجل قد بدنا بنيا أو هاش جبريل شون خواهي پروردگار بجبريل راقيان أو هاش جبريل جاري چيتر بچي راقيان دوا بيغمر محمد صلى الله عليه وسلم بو خواهي پروردگار فرمي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين باش وإنه لتنزيل رب العالمين يعني ما معناه ويك قرآن منزلة دا بزيوة ومعناه علوي خواي پروردگارشا لبرزيوة شتيك أجا برز نبي دا بزي لا إذن أما معناه علوي خواي پروردگار إثباتك بصفتي علوي خواي پروردگار چه هاوردي نزل به چه الروح الأمين چه جبريل أبونا من الروح إما شون روح معناها روحي ضلكانش قرآني مباركة أو كارش بيها لصا جبريل يعني تسيركي ضلك أجل زور قاسيب يالين من دولة لقرآن خيندنا ودولة لعبادته والله ما قال قرآني بو خيندرا أو ضلا للروانجي عبادته والجياوة يعني أو ضلا للروانجي خوا برستي والجياوة ترس كوتبري خوا برستي كوتبري رحم كوتبري ترسال خوا عبادات أنجام دا برحمة صلي رحم أنجام دا بويا أما حكمة لاويك ناوي جبريل بروح ناو بدراوة وهروها أمين شبو الروح الأمين شون بويا هات أما أدايا كرت تو أمانتي بيت ثلاث وأمانتي أبو لا جبريل ونيا وقرآنك أخوي بالوردقار راجعان بجبريل أمانة بيانا وكخوي أنجامي أداب وبيغمر محمد صلى الله عليه وسلم على قلبك كدايق ريت سردلت باعتبار إنسان لشو اشتقان إتقانك لضلوا لتكون من المنذرين بو يبتي تريزي أوانيك خلقي أقدار أكنوا بلسان عربي مبين بس ما نيجي عربي زورونو أشكرا وليس للرسولين الكريمين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم إلا مجرد تبليغ الرسالة أوي أركو دوري في غمر صلى الله عليه وسلم جبريل تشيبو براكان ليرا قياندنا تبليغ الرسالة وأداء الألفاظ كما سمعاها بو سمعاها لبرو هردوشان بلا نقص أو زيادة وهروها أو ألفاظنا بأمانته وشون بين راجيندرا أو هاش أوان راجينن بوشي جبريل بو بيغمر محمد صلى الله عليه وسلم وشي بيغمر محمد بو أمتك صلى الله عليه وسلم أما نوعية كم شي بو تلقي جبريل بو وحي لا ينخواي بالوردقار ويسن نوعي دوان بنوسن
صحيفة 26 حەزەکەن صحیفەی 25 بۆی لێتان تێک نەچێت ڕقم یەکی لێدەن صحیفەی 25 لەسەر و ڕقم یەکی لێدەن بە جوانی کتابەکە پیس مەکەن شەوی امتحان بۆی لێت نەبێتە قەڵەباڵغی من مثلا سەپێتی وت فزع عن قلوبهم نووسیتان لەبانی شەرحەکەی چییە؟ ئارامی دڵەکان ئەو ترسەی کاتێ جبریلیان ئەبینێ و مەلایکەکان ئەو ترسەیان ئەڕەوایەوە دڵیان دە ئەمریکایەوە ترسیان ناما. جوري دوم كيفية تلقي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل أو الرقم دو ليدان صحيفة 26 لسر والرقم يكبو 26 رقم دو باش. ورد في السنة ما يدل على كيفية الوحي بواسطة جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحال التي يكون عليها صلى الله عليه وسلم أثناء تلقيه له. فعن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس بيلينوا صلصلة الجرس صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي ملك رجلا ملك أو ملكة ميما كشفت حيلة باني بكنها بوليتان تيقنا شيء ملك ما بستي ليوت جبريل في صلى الله عليه وسلم فأعي ما يقول فيكلمني فأعي ما يقول باش. أما بالقبو لسرشي لسرويك للسنة كتشون جبريل هاد بولاي بيغمر صلى الله عليه وسلم وحي بويا هاورد بويا عائشة جريت ورزاي خويلي به كحارثي كره هشام خد بدنا بنيانا وصحابك حارثي كره هشام برشاري كله بيغمر محمد صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي باش. عائشة لي شيء جريتوا لحارثي كره هشام بيوت شون وحيد ودي يا رسول الله وتي مثل صلصلة الجرس لأخواره وشون بيناسي كردوا ورنحاشيك. والمعنى أن جبريل عليه السلام يأتي النبي في حالته الملكية ويلقي الوحي عليه ويسمعه صلى الله عليه وسلم سماعا حقيقيا. يعني كاتك جبريل أهاد بولاي يأتي النبي في حالته الملكية كان جاء بيغمر صلى الله عليه وسلم جبريل بيني ولا سر شوازي خوي يكجا عنده جاء ها بهر حال بيغمر صلى الله عليه وسلم جبريل بيني ويانا ويخد بدنا بنيا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حالته الملكية يعني هل سر شوازي ملائكات يكي خوي وك ملائكيك هاد بولاي ويلقي الوحي عليه ويسمعه صلى الله عليه وسلم سماعا حقيقيا. يعني راست الدنجي وكتي وابو وك صلصلة الجرس بلام دعائك اللي تيجيش بيغمر صلى الله عليه وسلم وشي ليانا بل لي تيجيش لكن يشعر أن الصوت الذي يأتيه مثل صلصلة الجرس. وتمان صلصلة الجرس جيبو يعني وقت دنجي زنجير آسن شون زنجيري آسن شون دنجي ديكاتي كتيكال يكبن أو هال دنجكي أو هامبو بو بيغمر صلى الله عليه وسلم بلام فيكلمني فأعي ما يقول بحديث كلبان وشيله كاتيكا باسي قرآني بو يكرد باسي آية كاني قرآني بو يكرد بيغمر صلى الله عليه وسلم بحقيقة جويليب وبزور بجوانيش ليتي أجيشت أي كصوت الحديد إذا تحرك من شدته خد بدنا بنيا. إذا صلصلة الجرس جيا ها الأخوار شون تعرف في كدوة أي كصوت الحديد إذا تحرك من شدته. أما بو بيغمر صلى الله عليه وسلم دنجك أو هابو بلام كجبريل لك أكيو تقصبوي نوكا يكي بلي باشا أي شون بيغمر صلى الله عليه وسلم شوي ليتي أجيش بيغمر صلى الله عليه وسلم زور بجواني ليتي أجيش سماعك شيء حقيقي بيغمر صلى الله عليه وسلم زور بجواني جوي لآية كان أبو. أما دنجي كملائكة هاد دنجي ملائكة كبو بيغمر صلى الله عليه وسلم أو هابو أي بو غيري بيغمر بزانا. أما من حوله فيشعرون بصوت دون ذلك. أما أويل يجبوا شون ينظاني وحي هاد وقت دنجي ميشهنج جوان لي أبوان بويا دوامينيان أو خد رقم دوي ليبدن يعني رقمي لنا دن كيف خوتان يعني إنه سن لباني خوي نسراو بعربي أما ثاني بكردي لي تبقن أي أو دنجة خلقي ترشون جوي لي أبو قال مجلسك كيف يغمر بوايا
صلى الله عليه وسلم كاتك وحيهات قال بصوت دون ذلك، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل. نقزي مشهن شون دي كاتك أفري يعني هاتو شوكا عليه أويل يبو أوها جوي لدنجكي أوها أبو أمانزاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم وحيبو هاتوا. إذن أم شرحي ابن ولا حاشيك بو كلمة يكبو وصلصلة الجرس وهو أشده علي الله بيغمبر صلى الله عليه وسلم أويان زور تنبو بوم يعني زور قرص بولا لام قال تنمو براكان بيغمبر صلى الله عليه وسلم زور ماندوبو براكان زور ماندوبو هتا أم قرآني ورقرت هتا أم آياتان بوي دا أبزي يعني آسان نبو بوي ماندوبو عزيتي خوارد فيفصم عني يعني كاتك دورك وتولي وقد وعيت عنهم ما قال الله بلام كأروي يترتي أجيشتم أما تش آياتك دابزي يعني تش صورتك همي جبريل بالتفصيل في الرأي يعني أما تش آياتك يعني أم آياتنا جروا شركة بين شش آيات يعني جروا صورتك كامل دابزي جبريل همي تي أجيان أم جا بجي أهيش ماش جوري دوام عليكي وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. أما جوري يكم بو كاتك جبريل خوي بيا نشانه دا تيجي يان جار جواش هبو چون بو هات لشر شوازي بياويك قصي بو هاورد قصي لقال كرت تيجيش نخد بدنا بنيا. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول يعني جار جوا هبو جبريل لسر شوازي بزلام يكاتو بولايو قصي لقل بيغمبر كدو كوحي بو هاوردو بلام بيغمبر صلى الله عليه وسلم ايزاني اما جبريل يانا ايزاني اما جبريل واما وحي بو هاتوا. والحالة الأولى هي الحالة الأظهر في نزول القرآن الكريم، ويؤيد ذلك قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. حالتي يكمتمان حالتي زوريني زور بي حالتي كان لسر أو شوازي حالتي يكم وحيهاتو بيغمر صلى الله عليه وسلم. وقد لاحظ الصحابة رضي الله عنهم تلك الشدة التي يجدها الرسول صلى الله عليه وسلم عند نزول القرآن ووصفوا أثرها عليه. عليه الصحابة هسجان بي أكرد كاتك وحي دا أبزيب وبيغمر محمد صلى الله عليه وسلم ينك جبريل أهانت بويلاي بويا يكيك لو هس بيكردنا أم حديث أم أثري عبادي كري صامتك إجارته. ولكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه يعني إذا أنزل عليه القرآن بنوسنا بين دو كوانا لك القرآن بيدا ببز يعني كرب لذلك وتربد له وجهه يعني الله بيغمس صلى الله عليه وسلم بيتي أكتشو تيجي شون كسيك أجر اشتك رويدا جارواها تيلي دي يعني كارهي مهمة يعني اشتكت بالراس بيرين لخوته تيلي دي يعني وضعكت أجوري وضعي دم شاوت أجوري وضعي خوت أجوري عليه بيغمس صلى الله عليه وسلم أهوا هصنا بيكر كجبريل أهاد بولاي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء كالضميل بانوانيا من البرحاء عند الوحي. برحاء شيء قرماي تادايا قرد بنسن بكردي لباني وإلى خواشة وداويتي. والبرحاء شدة الحمى يعني عليه سبحان الله آسان نبو كجبريل بولاي بهاتايا طبيعي دايك عائشة نزكترين كسبو بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لتشاو خلقه ولا بروي تشيبو خزاني بو لمالو بو جارواها زور جارش بيغمبر صلى الله عليه وسلم لناو جيجي خوا جبريل هاتو بولاي عليك أهات بولاي يأخذه من البرحاء عند الوحي لتاي داي اقر سبحان الله شون جارواهتو كاريك انجام دي وتار دي ايشكي تشيكي عرقاكي ولا تشي ويبرا كانم ودي قلقوا للراوكي وين اجهادك جهدك مندوبونك انجام دي حتى انه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق يعني شون شتك ادروشيته هني جور ميريك ادروشيته ولا هو عرقك ادروشايه وبيغمبر صلى الله عليه وسلم في اليوم الشاتي أما بمرجع لزستان أمر يدا يعني أو النبي غمر صلى الله عليه وسلم بيماندو أبو وبي تشي إجهاد أبو كاتك وحي بهاتا أبو لا أو نوزعي تيكتشو الله حتى قال زستان جبايا
ئەوها تا دای ئەگەر یان گەرمایی و یان هیلاکە بوو ماندوو بوو ئەوەش عرەقەیە کرد ئەگەر لە زستانش وایە من ثقل القول الذي أنزل عليه ئەوەندە کارێکی قورس بوو کاری پێغەمبەرایەتی یان کاری ئەوەی کە کاتی قورئانی بۆ دائەوەزی وحی ئەهات بۆ لای یان جبریل ئەهات بۆ لای ئەوەندە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێی ماندووە بوو. دەرسەکەمان تەواو بوو الحەمدولله لەگەڵ کاتەکەیە. ئەم جەدوەلانەی ئەخیر مهمە براکانم بۆیە ها ئاخر شت لە صحیفەی 27 ئەوەی لی تێنەگەیشت ئەمە دوو سێ دانشن سیریکن جدولەکەی چۆن تەقسیم کردو ئەنواع الوحي الإلهي وحي إلى الأنبياء كرديت يسيا بشوا التكليم المباشر من وراء حجاب بواسطة الملك الإلهام والإلقاء في الروع مناما أو يقظة شاشي كان بخوتنا وانا يعني ما هل امتحان احتمال فراغاتها بين يتوا وخل لي درجي وقال أو اللي تبقي إذا شن جورا وحي معناه دو جورا وحي يكبو بيغمران ووحي يكشبو غيري بيغمران وحي بو بيغمران التكليم المباشر من وراء حجاب وكشوي إسراء والمعراج ويان لرجي ملائكة كود لرجي جبريل ويانش في غمس خواي بروجار هنا يضل أو كاربكات أوش لرجي ملائكة شو بيت دوبة شو أن يتمثل له الملك رجلا يعني وتا جبريل سر شوازي بياك هاد بولاي يعني أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس كلا سر شواز حقيقة كي خوي جاروها بنيتي يعني لا كوقت دنجك جويل أبو وقت شون صلصلة الجرس ككاتي أصن وزنجيرك أجر بكيت ناويك أو بتوليكي تو أو دنجي دريك أين لبان برد به نيوبي بي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.